سلام بنات، كيك ديال الليمون اللي وجدت معكم قبيله. بغيتوا المقادير والمراحل ديال هذا الكيك هذا اللي كيجي كراميليزي ولذيذ. بقاو مع المقادير. هنا زدت غير شويه ديال العسل فوق الليمون ديالي ودرت ليه هذا اللوز كونكاسي على هذا الشكل هذا كما كتشوفوا، راه كتجي لذيذه وهائله ومفشفشه. بقاو مع المقادير والوصفه ديالنا. شوفوا تبارك الله كيهشيشه هشيشه راه غير. اول شيء كنديروا دوك 4 البيضات مع السنيده وكنحاولوا نطلعوهم بالطراب الكهربائي مزيان مزيان حتى كيرجعوا بيضين. غادي نديروا الساشي ديالنا ديال الفاني ونبقاو مستمرين في التطراب. في هنايا ضفت كاس ديال الليمون ديالي، خويتو البنات ما تسجلش ليا، وغادي نستعمل الفوي ونخلط في نفس الكاس اللي عبرنا به هذا الليمون. غادي نضيفوا نص كاس ديال الزيت، ما باش نوسخ عليا قوه الماعن. هانتوما على بركه الله غنضيفوا نص كاس ديال الزيت، وغادي نضيفوا دوك القشور ديال الليمون. هنا دابا ملي ضفنا نص كاس ديال الزيت وكاس ديال الليمون والقشور ديال الليمون، غادي نخلطوا بالفوي من التحت للفوق غير بشويه بطريقه دائريه صافي. بالنسبه للدقيق غادي نضيف عليه دوك 2 خمارات. هنايا بديت كنغربل، درت الكاس الاول وكنبدا نهز من الفوق لتحت، ما كنحاولوش نهبطوا داك البيض ديالنا بحال هكا صافي حتى يتخوى لينا الدقيق، زعما ماشي يتخوى يعني حتى ما يبقاش يبان لنا الدقيق هكا هكا. ونحاولوا نخلطوا غير بشويه علينا هكا من الفوق للتحت من الفوق للتحت. في هنا اخر كاس ديال الدقيق، تقريبا دخلت 3 ديال الكيسان ديال العنبه. انا الكيك ديالي كتاخذ ليا تقريبا 400 غرام، ولكن الا كان البيض كبير كتاخذ ليا 450 غرام. عندي هنايا دي طرونش ديال الليمون اللي قطعتهم هكا رقاقين، وغادي ندوزوهم في السنيده على هذا الشكل هذا مزيان مزيان بحال هكا بحال هكا بحال كنمرمدوا الحوت، كنمرمدوهم حتى هما تمرمدوا ليا مزيان مزيان. ها هو لومول دهنتو بالزيت ورشيت عليه شويه ديال الدقيق باش ما تلصقش ليا الكيك هكا بحال هكا. ونحطوه الليمون هكا صافي. هنايا منين ستفت هذاك الليمون ديالي كامل غنبدا نخوي في الكيك على بركه الله.